السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم كامل خياتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. الوصفة تاعنا اليوم بإذن الله رايحة نحضر معاكم هاد الوصفة السهلة والبسيطة، كيكة الشوكولا. هاد الكيكة العجيبة مكوناتها بسيطة، رايحة تكون بدون شوكولا في مول بسيط. رايحين نخرجوا هاد الكيكة العجيبة بذوق الشوكولا ومحشية بكريمة الشوكولا بدون شوكولا. هاد الكيكة رايحة تجي خفيفة وهشيشة، ومقاديرها مضبوطة موجودة في كل بيت. تحضريها في رمشة عين لقهوة العصر. قبل ما نشوفوا المكونات تحضير هذه الوصفة، نقول لكم البنات تشجعوني بالاشتراك في القناة ليزوروا لأول مرة القناة، وما تنسوش كذلك الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد من القناة. أما أنتم مشتركاتي الوفيات ما تنسوش تخلوا لي لايك وكذلك التعليق. نروح نشوفوا مع بعضنا البعض طريقة تحضير هاد الكيكة. بسم الله على بركة الله. في إناء نحط 2 حبات بيض تكون من درجة حرارة الغرفة. حجم البيض اللي استعملته هنايا الحجم تاعو كبير. نضيف عليه كاس من السكر، حجم الكاس المستعمل 220 مليلتر. نخلط منيح بالباتور حتى نتحصل على هذا الخليط، يكون القوام تاعو ثقيل كريمي ويضاعف كذلك الحجم ديالو. في هذه الأثناء رايحة نضيف كاس إلا ربع من الزيت، نخلط منيح. وهنا بعد ذلك رايحة نضيف كاس مع ربع كاس من الحليب. من الأفضل أنه يكون الحليب بدرجة حرارة الغرفة. رايحة نضيفه لهذا الخليط، وفي نفس الوقت رايحة نخلط بسرعة تكون صغيرة. هنا المقطع اللي ضفت فيه الحليب كان تحدف لي. بعد ذلك رايحة نضيف الفارينة، نبدأ نضيفها تدريجيا. نحط كاس تاع الفارينة مع هذا رشة تاع الملح. نزيد معاهم كيسين من الخميرة الكيميائية، حجم الكيس 10 غرام. نزيد معاهم غرفة ونص تاع الكاكاو البني المر، يكون من النوعية الجيدة. دايما نصفي هاد المكونات الجافة هكذا باش تجي الكيكة خفيفة وهشيشة، ونتخلص من كامل هاد الحبوب. ندخل هاد المكونات هكذا بالفوي، ونضيف الكمية المتبقية من الفارينة. نضيف الكاس الثاني. هنا حجم الكاس اللي استعملته 220 مليلتر، نفس الكاس اللي كيلت به كامل المكونات. مع هذا ضفت نصف ملعقة كبيرة من لافاني. نكمل ندخل هذه الكمية تاع الفارينة. رايحة نتحصل على هذا الخليط، شوفوا كيفاش يجي خليط خفيف. نحطه بجانب، ونجيب المول اللي حنطيب فيه هاد الكيكه. كما راكم تشوفوا معايا المول اللي حنستعملو حيكون مول الشكل تاعو بسيط على شكل دائري. القطر ديالو حوالي 25 سنتيمتر. ندهنو مليح هكذا بكميه من الزيت. نحاول انني ندهن مليح القاعده وكذلك الاطراف. نحط على هذيك الزيت مغرفه كبيره تاع الفارينه، ونحاول نمشيها كامل هكذا. نحاول نلبس كامل هذاك المول. هاد المرحله ضروريه هكذا باش ما تلصقش هذيك الكيكه في هاد المول، ونقدروا نحوها بكل سهوله. نفرغ العجينه اللي تحصلت عليها في هذا المول. نحاول نسوي كامل السطح هكذا باش الكيكه تجي كامل على ارتفاع واحد. نتخلص من هاد الفقاعات الهوائيه اللي تكون في العجينه. هكذا نخبط المول هكذا على طاوله العمل، ونحط الكيكه تطيب على درجه حراره 180 درجه. بالنسبه للفرن اللي نطيب فيه، البنات بزاف اللي سقسوني على الفوغ ديالي، قالوا لي ورينا الفوغ تاعك. هنا البنات عندي الفوغ من لا مارك اريستون،
سي ان فوغ سامبل اني با فونتيلي، يشعل من الفوق وكذلك يشعل من الاسفل. عنده هنا هاد القفله اللي يشعل الضوء وتطفي الضوء، وعندي هنا كذلك الساعه اللي باش نريقليها باش نشوف مده الطهي فقط. هذا هو سي ان فوغ سامبل. هذا هو الفوغ اللي عندي مده بزاف من شريتو. لما شريتو كان مازال ما خرجش لو فوغ فونتيلي. يطيب مليح جميع الوصفات كي المخبوزات، لي غراتان، يحمر الحلوى تري بيان. بالنسبة للكيكة تاع نهار اليوم رايحة نطيبها على درجة حرارة 180 درجة. بعد ما تنشف ندخل فيها الموس بعد ما يخرج لي ناشف، نطفي لها من التحت ونشعلها من الفوق باش تيبس فقط هذيك القشرة الفوقانية. من جهة أخرى بالنسبة لصلصة الشوكولا رايحة تكون بمكونات بسيطة بدون شوكولا وتجي بزاف بزاف بنينة. في كاسرونة عندي كاس ونص تاع حليب، نزيد عليهم 2 مغارف كبار يكونوا معمرين تاع السكر، نصف ملعقة كبيرة من لافاني، نزيد هنا مغرفة كبيرة تكون ممسوحة من الفارينة كما راكم تشوفوا في الصورة، ونزيد معها كذلك مغرفة كبيرة تكون ممسوحة من لا مايزينا، نزيد عليهم مغرفة كبيرة تكون معمرة من الكاكاو البني المر، يكون من النوعية الجيدة لأنه هو اللي حيعطيني ذوق الشوكولا لهاد الصلصة. نزيد عليهم رشة تاع الملح ونصفي كامل هاد المكونات باش نتخلص من هاد الحبيبات. كما تعرفوا الكاكاو دايما يخلي هاد الحبيبات هكذا باش ما تتحببش الكريمة ويجي الشكل تاعها والقوام تاعها يجي ناعم. نخلط مليح هاد المكونات مع بعضها البعض، ندخلهم كامل في هذاك الحليب حتى نتحصل على هذا الخليط يكون متجانس. نحط الكريمة طيب فوق النار على نار متوسطة ونقعد نخلط، ما نحيش منها يدي هكذايا باش ما تتحرقش الكريمة، وكذلك يجي القوام تاعها املس. كي نشوف الكريمة عقدت رايحة نخليها تزيد تطيب، وفي نفس الوقت نقعد نحرك حوالي دقيقة ولا زوج هكذا باش تطيب هذيك الفرينة ولا مايزينا اللي حطيناها في لاكريم. نحي لاكريم ونحطها في إناء، نحاول نغطي هاد الكريمة هكذايا، ونحط لاكريم بجهة. من جهة أخرى البنات هنا الكيكة راهي طابت، بعد ما طابت من تحت كنت طفيت عليها الفرن وشعلت لها من الفوق، خليتها طيب شوية من الفوق حتى تنشف الطبقة العلوية. بعد ما طابت الكيكة رايحة نتحصل على هاد القوام، رايحة نخليها تبرد. بعد ما تبرد ناخد هكذا موس ونحاول نحي كامل هاد الأطراف، نحط الطبسي ونقلب هاد الكيكة، رايحة تتنحى معاكم بكل سهولة. نحي كامل هاد القشور اللي راهي على السطح وكذلك على الجوانب. ورايحة نتحصل على هاد الكيكة. نقسم الكيكة على 2، نزيد نقسمها على 4، نحاول نقسمها على أجزاء تكون متساوية، وكل جزء نقسمه هكذا على 2، رايحة نتحصل على 8 قطع. هنا البنات من الأفضل أنكم تستعملوا موس يكون ماضي. نبدأ في طريقة تشكيل هاد الكيكة كما شفتوا معايا البنات، مول بسيط قدرنا نديرو به كيكة عجيبة وكأنك استعملتي مول عجيب. نحاول أنني نشكل هذا الشكل هكذا على شكل مثلث في كل جزء. هنا من الأفضل البنات يكون عندك موس يكون ماضي، نحي هذا الجزء اللي كنت نحيته هكذا بالموس ونحاول نعاون روحي بالمغرفة. هنا بالنسبة للموس ما تدخلوش حتى للأسفل، حاولوا فقط ديروا هكذا حفرة على شكل مثلث. نخلي 1 سنتيمتر من هذه الجهة و1 سنتيمتر من الجهة الأخرى
ونحاول نوصل بين هاد الزوج خطوط، وراح نتحصل على شكل مثلث. حاولوا ديروه في وسط القطعة. نحي كامل هاد الزوائد هكذا، نعاود نحي بالموس بشوية بشوية ونجبدهم بالمغرفة. بنفس الطريقة رايحة نكمل نشكل كامل هاد الأجزاء هكذا بهاد الطريقة. في النهاية رايحة نتحصل على هاد الشكل الراقي لهاد الكيكة. وبالنسبة للكريمة اللي كنت حضرتها بعد ما بردت حطيتها في كيس حلواني ونبدأ نعمر بها هاد الثقوب اللي شكلتهم. هنا بالنسبة للأخوات اللي يحبوا هاد صلصة الشوكولا تجيهم خفيفة، ما عليكم إلا أنك تحطي فقط المايزينا وما تحطيش الفرينة. أما الأخوات كذلك اللي يحبوا الكيكة تاعهم تجي مشربة، تقدري هنا تشربيها بشوية تاع حليب أو ان سيرو تكوني حضرتيه في الدار يكون شوية خفيف، ولا كذلك تقدري تحضريها بحليب كونديا بذوق الشوكولا. هنا بالنسبة للأخوات اللي ما عندهمش لابوش يقدروا يعمروها هكذا غير بالمغرف. نحاول نعمر مليح هاد الفراغات بواسطة الموس، نحاول هكذا نحي كامل هذيك الكريمة الزائدة. في النهاية رايحة نتحصل على هاد الشكل تاع الكيكة العجيبة. شوفوا البنات بمول بسيط تحصلنا على هاد الشكل الراقي. رايحة تكون كيكة رائعة اسفنجية خفيفة وبنينة بذوق الشوكولا محشية بكريمة ولا أروع، بدون شوكولا، اقتصادية، مكوناتها موجودة في كل بيت. شوفوا البنات كيفاش تجي هشيشة وتجي طرية وتجي مشربة بهذيك صلصة الشوكولا. هنا بالنسبة للبنات اللي يحبوا يحتفظوا بهذا الشكل. أما الأخوات اللي عندها شوية مكسرات أو تكون عندها هاد الحبيبات تاع الشوكولا تقدري تستعمليها وتزيني بها السطح تاع هاد الكيكة. شوفوا البنات كيفاش تجي محشية بالكريمة، وصدقوني تجي بزاف بزاف بنينة. هاد الكيكة سهلة بسيطة تقدري تحضريها تمتم لقهوة العصر، الشكل تاعها راقي، تقدميها مع قهوة حليب ولا أروع. نقولكم البنات شهيتكم في الجنة إن شاء الله في نهاية الفيديو. نقولكم أشكركم كامل على تشجيعاتكم للقناة، وكذلك إن شاء الله دمتم أوفياء للقناة. نقولكم أحبكم في الله. في فيديو آخر إن شاء الله، ونقولكم جربوا الوصفة وأكيد ماكوش رايحين تندموا. إلى اللقاء.